وصفة بنينة برشا وجرباها، عجينة البنبلوني هذه. باش نعمل بنبلوني بدون مكيال، يعني بالهملي ما نحسبش المقادير. حطيت الماء نقولوا 250 مليلتر ماء دافي، وحطيت الفارينة بالتدريج من غير ما وزنت الفارينة. عينك ميزانك، تحط 10 جرامات خميرة فورية وتبقى تخلط. العجين يلزم ما يكونش سايل برشا وما يكونش يابس برشا، يلزم طري نوعا ما بالشكل هذايا. نبقى نخلط في العجين، نخبطه بإيدي عدة مرات. من بعد نحطه في خلاط الكهربائي، نحط شوية ملح مذوبة في شوية ماء ونبقى نخلط. كان ما عندكش خلاط كهربائي نجم تضرب ايدك ميسالش، تعاود تخلط مرة اخرى وتحطه في آنية وتغطيه وتخليه يختمر. بعد ما اختمر العجين توفش العجين بيديك. من بعد حضر طبق كبير شوية، ادهنه بشوية زيت وحاول انك ديما ايديك يكونوا مدهونين بالزيت. من بعد شكل اقراص العجين، ولكن ما تتعسفش على الاقراص بتاع العجين، ما تنزلش عليهم بصوابعك. كمل الاقراص الكل. من بعد هذوما بعتالي باش نقليوهم في الزيت، في زيت غزير. توا نجيو لمرحلة القلي وهي الأهم. نحط 2 أواني طاجين فيه شوية زيت والآنية الأخرى فيها زيت غزير. نحمي النار على نار عالية. من بعد نقص في الغاز، نحط الحلقة متاع العجين في الطاجين. وقت اللي نلقاها تنفخت نحولها للآنية اللي فيها زيت غزير. وكل مرة نعمل الطريقة هذه ونقلي الفطائر.